مساء الهنا، يا مساء الحب والسعاده والسرور، حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. النهارده انا جايه بحاجه جديده ومختلفه واول مره اعملها في القناه. هي حاجه تشبه الروتين او روتين. تمام. طبعا بنضف، فتمام، فقلت انضف النيش بتاعي. فزي ما انتم شايفينه كده عملته صحراء وجرداء بالمنظر ده اهو، زي ما انتم شايفين. فضيته تماما خالص من اي حاجه فيه. تمام. وغسلت كل فتفوته فيه وحطيتها ورصيتها لغايه لما نشفت بالمنظر ده، زي ما انتم شايفين اهو. ده المنظر بتاعها. تمام. فقلت بقى ايه، اشارككم بقى هذه اللحظه الحاسمه. تمام. وانا بعمل النيش وامي مشقياني النهارده، ويلا بينا. وجبت الجلانس بتاعنا وجبنا فوطه قديمه عشان نمسحوا بيها التراب. تمام. وهو والله ما في تراب، والله بص اهو نضيف، والله العظيم نضيف. بس هقول ايه ايه تحكمات الاهالي، نزلي النيش واعمليه، هو عذاب، هنعمل ايه؟ تمام. يلا بينا نمسح بقى وننضفوه. يلا بينا. دلوقتي هنخلي الكرسي ده في الاماكن البعيده. تمام. بنرشه بقى ايه، نظبطه البتاع بتاعنا ده كده. اهم حاجه الجلانس ترشوه من بعيد ونمسح كده اهو. يا عيني، مبسوطه يا ماما؟ ايوه طبعا مبسوطه. حرماكي من حاجه؟ لا. طب الحمد لله، يا رب ما تقوليش حاجه بعد كده. ده تقعدي عليه 7 سنين ونص. ماشي خلاص ماشي. تمام. طب يا حبايب قلبي، انا هنضف لماما النيش وامسحه لها وهقفله وامسحه من فوق. هو النهارده يوم باين من اوله، فاستنوني هوريكم بعد كده هنرص النيش. زي ما انتوا شايفين كده مشقلطاني فوق. تمام. وفي الاخر خالص ما عجبهاش الجلانس. لما تمسحيليش بجلانس، انا ما بعرفش الحاجات الجديده دي، تمسحيه الاول بالميه. طب خلاص امسح بالميه، لا بالميه وبالجلانس، قديم على جديد. ماشي. المهم بعد ما مسحت بالجلانس وبشتكي لكم اهو منها، قالت لي لا اعمليه بالميه وبعد كده بالجلانس. عذاب هو النهارده. تمام. فعشان كده شجعوني عشان اعمل لكم حاجات من دي كتير، واعملها لكم بقى من الاول كده. حطوا لايك. ودلوقتي حبايب قلبي تعالوا شوفوا الافتتاح بتاعي، اللي هو مش افتتاح ده النيش بتاعنا بعد ما نضفناه. تا 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 تا. ايه رايكم؟ حلو كده؟ ما نسيبوه كده. وعلى فكره يا ماما طالع موضه ان احنا نسيبوه كده. ايوه نسيبوه؟ ايوه خلاص. طب خلاص خلاص يلا بلاها. بلاها. لمي. بصوا ماما، بصوا ماما، هتاكلني. بصوا بقى، انا معايا هنا مفارش. تمام. هقوم ايه رصاه، معايا فرش كبيره ومعايا فرش صغير اهي. هحط كده الصغيره، انا هحط بس الضف ده عشان هحط فيه الكاسات تبقى ايه في الوش كده، في الوش كده، واخدين بالكم انتوا. فهقوم حاطه ده في الجناب كده اهو. يا سيدي والله استاذه للفن له عنوان. لا عايز انزل شويه. ايه يا ماما؟ اهو كده، حطوا كده. حلو كده، ايه رايك؟ تمام. هنحط تاني الناحيه التانيه كده. طبعا مش كل النيش يا ماما، مش كل الناس عندهم الجراب مفتوحه، صح؟ ولا اي نيش بيجي مفتوح؟ اكيد كل حاجه كله زي بعض. طيب بصوا بقى، ومعايا هنا المفرش الكبير. هقوم حاطاه فين؟ هقوم حاطاه كده اهو. تمام كده وكده، زي ما انتم شايفين كده اهو. الصغنون اعترض وتعود. حلوين كده. وش وظهر خلي بالك. لما نقفل كده يبقى باين كده في النص يا ماما. ما فيش له وش وظهر. ايوه انا عارفه. تمام. وهنقوم بقى مدخلين، بص عشان هو طالع كده، هنقوم مدخلين الحته الصغيره اللي طالعه دي من تحت المفرش الصغير. يعني هنطلع المفرش الصغير كده من عليه عشان يبقى شكله حلو اهو. تمام اهو. ونقوم بقى جايبين الظهر ده. انا عندي حته فاضيه اهي من ورا، ممكن اسقطها وممكن اتنيه. تمام. يعني ما يطلعليش كده مش عارف ايه الخازوق اللي طالع ده، فده ما ينفعش. فممكن ان احنا نعمل كده
كده ونقوم مسقطينه من ورا اهو. تمام. ونسقط برضو ايه التاني من ورا كده. تمام. حلو ولا في اعتراض؟ تمام. ها بس مش عايزين يجوا كده شويه؟ فين كده؟ لا على هناك كده. بصي انت كده ما تقفلي كده في النص بالظبط اهو. لا مش في النص ده بالظبط. ممكن يجي كده شويه اهو. تمام. نجيب بقى ايه الكاسات بتاع، انا عايزه ارص الكاسات هنا، فهرص الكاسات. انا هرص ده هنا، هرص ده كده معايا الكاسات دي، كاسات النيش. ايوه دي. طب ما هم مكتوبين في قايمتك دول ايه يا ماما؟ بصوا كده، بصوا انا هرصه شكله حلو كده، وعشان هشيل وهحطه وما ينفعش هتتلعبك مني، فهرصه واروح. وده حبايب قلبي منظر. بصوا انا حطيت الكاسات، حطيت طقم كده زي ما انتم شايفين في وش الضرفه الاولانيه، وحطيت الكاسات التانية في الوش التاني. تمام. وفي النص عندي 4 كاسات طبعا بعد التكسير فحطيتهم بالمنظر ده في النص كده، بحيث ان الباب لما يتقفل عليهم ما يبقوش باينين ايه قوي. تمام. ده كان الرف. لسه بقى انا عندي الحته الفاضيه من الناحيه دي والحته الفاضيه من الناحيه دي. تمام. لسه مش عارفين هنحطوا فيها ايه. هكمل بقيه هو اصلا ما كانش مرصوص كده، يعني احنا بنعيد رصه تاني، فاحنا هنعمل رف تاني زي ما انتم شايفين كده. شايفيني في المرايه هعيد رصه تاني وهنشوفه رف تاني بعد ما نعمله. وده حبايب قلبي منظر الرف التاني اهو بعد ما عملته. ادي اول طقم، طبعا لسه برضو الجناب والقطعه اللي في النص دي ما عملتهاش. وادي الطقم التاني، انا سايبه القطعه اللي في الجناب دي الزوايد بقى هبقى احطها فيها. تمام كده. هطلع بقى بعد الفناجيل بتاعت الشاي والكاسات، هطلع اعمل بقى الرف الفوقاني، هعمله برضو وافرجكم عليه. ودلوقتي يا حبايب قلبي رصيت الرصه الفوقانيه اهي، اخر رف اهو، وحطيت ده كده. تمام اهو كده. يبقى احنا كده عندنا اول رف فناجين شاي، وبعد كده الكاسات زي ما وريتها لكم، وبعد كده فناجيل الشاي التانية. تمام. هشوف بقى كده احنا كده فضلنا اخر رف خالص تحت، ومعايا الجناب دي بقى ايه هحط فيها ايه برضو حاجات. تمام. هعملها اكملها واوريها لكم. وده حبايب قلبي بعد ما خلصت خالص، ده المنظر العام من بره اهو زي ما انتم شايفين كده. تمام. يلا بقى نفتح ونخش. انا اسفه طبعا امبارح معلش ما قدرتش اكمل، فكملت الفيديو تاني يوم زي ما انتم شايفين كده. نبتدي بقى من اول رف. ده طقم الفناجيل، وحطيت جنبه كملته اللي هي كوبايه الشاي الصغيره. انا عملت الرف كله للشاي تقريبا اهو. ده الطقم التاني زي ما انتم شايفين، وحطيت جنبه المجات هوريها لكم من بره. ده الطقم التاني، ده الرف التاني. حطيت هنا كوبايات للميه زي ما انتم شايفين كده. وده طقم الكاسات اهو. ودي برضو كوبايات للميه على الجنبين. وده كده زي ما انتم شايفين. حطيت هنا، انتوا كنتوا اصلا شايفين ده، فكملت هنا فناجيل القهوه. تمام. كان عندي طبق هنا متقسى حطيت الملاحات دي، وحطيت دول كده الطقم التاني. وحطيت هنا مجات بس شفافه للشاي برضو. نيجي بقى للرف الاخير. حطيت طقم الكاسات ده كده زي ما انتم شايفين. هنا بقى اطقم الخشب كلها. تمام. الصواني دي الاطباق بتاع الطقم الصيني. تمام اهي الاطباق اللي ورا زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى نتفرجوا ايه من الجنب، نشوف من الجنب. بصوا اهو، ده منظر الكوستوبان قصدي الكوبايات بتاعت الشاي الصغيره من وش كده من الجنب بقى اهو. ودي الكوبايات بتاعت الميه، فناجيل القهوه،
والطقم اللي قلتلكوا عليه بتاع الشربات. تمام. الجنب التاني زي ما انتوا شايفين برضو اهو كده، ده كده من بره اهو. كل البتاع ده المجات، ودي كوبايات الميه، ودي المجات الشفافه، وهنا بقيه الاطباق. يا ريت لو تقولوا لي ايه رايكم في الرصه بتاعتي، وما تنسونيش في اللايك والكومنت والسبسكرايب. يلا باي، شوفوا وشكم بخير في فيديو جديد. كان معاكم آية محمود. باي.